قبل ما تجيب اختك للمهره بفضحك برسل فيديوهاتك، وهيثم كان يقول له ايش بالفيديوهات؟ قال له انت انا سويت بك وعملت بك وعملت بك وعملت بك. هيثم اللي يقول ليش ما عملوا الفحص النووي وما ليش كذا، هيثم صار الرجال اعتدى على هيثم، وهيثم كان بدون وعي وما كان يدري بشيء، هيثم كان مريض. وهذيك اليوم تواصل معي شخصية قال لي أنا مريض في المستشفى، وكنا نتصل به ما يرد علينا إلا بعدها بيوم ونص رد علينا، قال أنا كنت فاقد الوعي كنت تعبان مرة. باتفاق بينهم إنهم ما يقتلوه، كانوا يشتوا يضربوه ويأدبوه ويشلوا جوالاته. هذه كانت نيتهم. لما وصلوا هناك تفاجئوا إن الرجال قاومهم، ولا كانوا اصلا لو كانوا مخططين انهم يعملوا هذا الشيء ما كانوا بيرجموا بالجوالات، ما كان بيطرح السكين في موقع الجريمه. عندي سؤال واحد، ليش لما رفضت الحكومه العمانيه تسليم الادله اللي هي الشرائح استرجاع الشرائح ليش رفضت؟ ليش قامت حكومه على واحد؟ الحكم بالاعدام خرج في شهر 12 2018 للشخصين. اخو هيثم تواصل معاهم في 2018 بعد القضيه بشهر، قال لهم انا بسلم نفسي تفكوا الاخو، قالوا نشي يعدموا الاثنين. هيثم في ساحه القصاص قالها كلمه واحده، قالها امام الملأ، قال انا خصيبكم يوم القيامه. نعم. ما عاد يشتي من احد حاجه غير الدعاء، ادعوا له بس. الله ربي يدخل الجنة يا رب العالمين، يعوضهم هذه الدنيا اللي تعب فيها. الله يعين.